يا مساء الفل، أو يا صباح الرضا، حسب التوقيت اللي انتوا قررتوا انكوا تسمعوني فيه. وحشتوني جدا. النهاردة راجعين بلحظة سلام بسؤال مباشر. لو جيت وسألتك دلوقتي مين الشخص اللي لو الدنيا كلها جت عليك هتجري تتصل بيه وانت متأكد انه مش هيخذلك وهيرد عليك؟ لو قدرت تفتكر اسم واحد بس انت غني جدا. الصداقة هي الرزق اللي بنختاره بمزاجنا. تعالوا النهاردة ندردش شوية في أصول الصحوبية وإزاي نحافظ على الونس اللي ده بجد في حياتنا. المعدن الأصيل، اختار اللي معدنه بيبان وقت الشدة مش وقت الفرح بس. الصاحب اللي بجد هو اللي بيسندك وانت واقع، مش اللي يختفي أول ما الدنيا تضلم عليك. صاحبك هو مرايتك. شوف الشخص كده اللي بيتعامل ازاي مع أهله ومع الغرباء ومع ربنا. لو أخلاقه حلوة مع الكل أكيد هيكون خير سند ليك. تالت حاجة الراحة النفسية. مش لازم نكون شبه بعض في كل حاجة، بس لازم نكون مرتاحين واحنا بنتعامل مع بعض واحنا بنتكلم. مفيش خوف من الحكم أو الانتقاد المستمر. عندي واحدة صاحبتي دايما تقولي انتي بتقولي ايه كل ما اقول حاجة. التمس العذر. كلنا بنمر بظروف صعبة. لو صاحبك أثر في سؤال أو كان مضغوط شويتين استوعبه، بلاش اللوم وإنك تعاتبه كتير. الأمانة والسر. الصداقة يعني سرك في بير. من أجمل الصفات الصديق إنه يحفظ غيبتك ويدافع عنك في ظهرك. الحمد لله ربنا رزقني بكام صحبة كده حلوين. المشاركة، شاركيهم في تفاصيلهم البسيطة، كلمة حلوة، رسالة تشجيع، أو حتى قعدة شاي ما فيهاش كلام كتير بس فيها بجد الونس. وفي نهاية الحلقة النهاردة أنا عايزة أقولك كلمتين. الصحاب هم العيلة اللي احنا بنختارهم بنفسنا. دوروا على الناس اللي ريحتهم طيبة وكلهم طيبة، اللي بيخلوكم أحسن مش أسوأ. خلوا بالكم من صحابكم الحقيقيين، دول عملة نادرة في الزمن اللي احنا فيه. لو عجبتكم حلقتي النهاردة ابعتوها لكل أصحابكم الحقيقيين. كانت معكم مروة مرعي. وصلت للحظة دي من الفيديو وعجبتك؟ دوس لايك دلوقتي عشان أعرف إنك مهتم بالنوع ده من الحكايات. سلام.